بقالنا فترة كبيرة في عز الشباب دايما مهتمين ان احنا نوريكم ابطال مصر. ابطال مصر في رياضات كتيرة جدا، ولكن كالعادة دايما بنشتكي ان ابطال مصر دول ما بيبقوش واخدين حقهم على الاقل اعلاميا. النهارده احنا منورنا كباتن فريق اليد بنادي اتحاد الشرطة. الفريق ده فاز السنة دي بكاس مصر للسنة الثالثة على التوالي 2011 2012 و2013، فشيء يعني رائع جدا. وفي نفس الوقت غريب ان احنا يمكن كتير منكم لاول مره هيعرفوا القصه او يبقوا متابعين كره اليد بشكل عام. احنا عارفين من الرياضيات المظلومه، لكن خليني الاول اعرفكم على الكباتن منورنا النهارده. منورنا كابتن احمد ايهاب النحاس، وهو المدير الاداري لكره اليد بنادي اتحاد الشرطه. ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. وموجود معانا كابتن وليد عبد المقصود حارس مرمى. ازي كابتن؟ وموجود معانا كابتن محمد عطا لاعب. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن؟ معلش. كابتن محمد عبد المنعم حارس مرمى برضو. وكابتن مهند السحيلي لاعب. ومعلش مره اخرى كابتن محمد عطا. اهلا. بدايه كابتن عايز اعرف، احكي لي عن 3 سنين على التوالي ما شاء الله طبعا. مبروك، واحكي لي يعني كان حلاوتها عامله ازاي، طعمها ايه الكاس الثالث ده؟ والله انا هبدا كلامي بس بشكر لقناه روتانا مصريه، وبخص طبعا بالذكر البرنامج عز الشباب ان هو اول برنامج تناول الحدث الرياضي ده. انا ممكن الوسط الرياضي يعرف قيمته كويس قوي. بطولة كاس مصر هي احد البطولتين، اهم بطولتين في النشاط الاهلي على المستوى الرياضي في مصر بالنسبه لكره اليد وجميع الالعاب الاخرى. فرقه اتحاد الشرطه الرياضي فرقه بقالها في المجال او في اضواء دوري المحترفين من 2001 2002. حققوا انجازات بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك قلت وقدمت في الاول. ده ثالث كاس مصر على التوالي قدرنا نحققه في ظل ظروف طبعا الناس كلها عارفاها بنمر بيها على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي في نفس الوقت. الجميل في كده ان الحدث ده بيأهل فرقتنا اللي هي فرقه اتحاد الشرطه الرياضي ان هي تلعب بطولات على المستوى القاري، اللي هي متمثله في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. واضيف برضو ان نفس الابطال دول حققوا تاني الدوري الممتاز. التاني الدوري الممتاز احنا لحسن حظنا ان النادي الاهلي خد الدوري بفرق هدف في السكور، بس النادي الاهلي بيشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري بحكم ان هو بطل البطوله اللي فاتت. فاحنا اتاهلنا بشكل مباشر بحكم ان احنا الفرقه اللي نتبعه مباشره لبرضه بطوله ابطال الدوري، بطوله افريقيا ابطال الدوري. فاحنا اتاهلنا لبطولتين قارتين، ناتج طبعا عن مجهود منظومه كامله متمثله في اداره على مستوى عالي وثقافه عاليه في اتحاد الشرطه الرياضي، فاهمه يعني ايه رياضه كويس قوي. دعم كامل من وزاره الداخليه في ظل ظروف المجتمع المصري كله عارفه وشايفه. لكن الرياضيين نعرف النقط دي، ان احنا اي رياضي لما بيبقى تحت ضغط بيطلع كل اللي عنده، وبسم الله ما شاء الله كان ما شاء الله عليك. طبعا يعني كابتن وليد عايز اعرف منك لو تحكي لي انت بالنسبه لك يعني السنه دي كنت حاسس ان الكاس قريب؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. الاول حابب اشكرك على الاستضافه بتاعتنا في برنامج عز الشباب. لا ده واجب علينا والله. واحنا الموسم ده بالذات يمكن كان موسم مرهق جدا، لان كان في بدايه توقفات كتير، والفرقه بتاعتنا كمان كانت محطوطه تحت ضغط ان احنا عاوزين نحقق بطوله للمكان، لان احنا كان عندنا مشاكل كتير جدا في المكان. ان سامعين من بره الرياضه هتتلغي في الداخليه، الرياضه مش عارفه هتتلغي فين، لكن احنا كان الهدف بتاع الفرقه وكلنا كان مجتمعين ان احنا نحقق هدف للمكان دوت، ان احنا نحقق له بطوله كويسه. كنا ماشيين طول الموسم الحمد لله بخطط كويسه جدا، ان احنا وصلنا ان احنا نلعب ماتش مع النادي الاهلي الفرق بيننا 3 بونت، وكسبنا الماتش بقى الفرق بونت واحد، ودوت اللي انتهى عليه الموسم بتاع الدوري. فكان عاوزين ندخل بطوله للنادي، عندنا بطوله كبيره، فكان قدامنا الوحيده البطوله الناقصه كانت بطوله الكاس، واحنا كنا حاملين اللقب بتاع الكاس، فحابين ان احنا نعمل اي حاجه للمكان دوت ولنفسنا كمان. فبدانا الحمد لله، وكان النتيجه ان احنا حصلنا على الكاس دوت وكسبنا النادي الاهلي في السيمي فاينال. وده كان النادي الاهلي حاصل على راجع من بطوله افريقيا ابطال الكؤوس وهو حامل اللقب ليها، ولعبنا الفاينال مع نادي الجيش. وكان ماتش الاثنين كان فيهم اكسترا تايم، يعني الماتش كان مطول جدا، وكان علينا مجهود عالي جدا وضغط جامد جدا ان احنا عاوزين نحقق حاجه للمكان. احب بس يعني اشكر كل زمايلي اللي ما جوش معانا، ويعني
لو تسمح لي ان انا اقولهم بالاسم واحد واحد يا ريت يعني. يعني عندي وليد صلاح ده وليد صلاح دوت الجون اللي معانا كمان. عندي عمرو فتحي، ابراهيم المصري. يعني انا عاوز اقول الاسامي كلها بس يا ريت يعني. عاوز اقول تاني كمان عمرو فتحي، اقول محمد جمال، اقول محمد ابو تريكه، ماهر حسين. دي يعني دي الاسامي بتاعت الفرقه كلها دي، لان الناس دي ما قدرتش تيجي معانا النهارده، فاحنا عاوزين نشكرهم كلهم. احنا هنحاول بعد كده نبقى نوسع هنا في عز الشباب يعني عشان يبقى الفريق. كابتن محمد، عايز اعرف يعني التجربه بشكل عام 3 سنين ورا بعض بتخلي النادي مركزه عامل ازاي، او يعني سمعته في وسط بقيه الفرق عامله ازاي؟ والله يا فندم، هو حفاظنا على البطوله هو ده الاصعب من ان احنا نحققها، ان احنا نحافظ عليها 3 مرات ورا بعض. طبعا احنا عندنا اداره اللي هو ابراهيم السيد مدير اتحاد الشرطه، راجل مساندنا كويس قوي. عندنا المدير الفني كابتن طارق محروس، طبعا هو مش معانا النهارده بس هو الراجل ده يعني تعب معانا كتير جدا. طبعا عشان نحافظ على البطوله 3 سنين دي يعني مجهود جامد جدا، اتمرنا كتير قوي. حافظنا على اللي عندنا رغم المشاكل اللي مرينا بيها، طبعا الظروف اللي فيها البلد، خصوصا طبعا الناس كلها عينها على وزاره الداخليه. احنا ناس مدنيين اهوت، واحنا انا كنت لسه عايز اسال سؤال، كلكم ظباط كلنا مدنيين؟ يعني انا بس ضابط شرطه وكل ده مدني. كلنا مدنيين اهوت موجودين في اتحاد الشرطه الرياضي.